مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتنا أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. لفظ طفل يبلغ عمره 13 سنة أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الاثنين بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نقل إليه أمس الأحد في حالة صحية حرجة بعد انتشاله من قاع بئر مهجورة بدوار أيت بو عامر، جماعة بالفاع، نواحي شتوكة أيت باها. وكانت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية قد انتقلت على عجل بعد زوال أمس الأحد إلى الدوار سالف الذكر بعد توصلها بخبر سقوط طفل في البئر، حيث عملت على انتشاله ونقله إلى مستشفى بيوكرا ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لخطورة إصابته. وكان الضحية يلهو مع أترابه بالقرب من البئر المهجورة والمكشوفة قبل يتجه جريا نحوها دون أن ينتبه إلى وجودها، فهوى أسفلها، مما دفع رفاقه إلى إخبار أسرته التي أخطرت بدورها السلطات المحلية. وقد سبق للسلطة المحلية بقيادة بالفاع أن أشعرت صاحب البئر شفويا وكتابيا من أجل إغلاق البئر المكشوفة لما تشكله من خطر على حياة السكان، غير أنه رفض الامتثال لذلك، مما دخلت معه النيابة العامة المختصة بعد سقوط هذا الطفل بها، حيث أمرت بالاستماع إليه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث.